الله على الحبيب، قلبك يطيب ان شاء الله في ان شاء الله النهارده 2017. 2018. طبعا شفت الفيديو بتاع اللي هي اكونته بيعمل على اعلان عنها. طبعا الراجل ده أنا بحترمه جدا، لانه فعلا سواء هو اللي بيشتري عربيات او في تاجر بيجيب العربيات وهو بيعمل له اعلان عليها وبياخد فلوس. بس عايز افهمك حاجه، ان العربيات الحوادث اللي هو بيعمل اعلان عنها دي ما بيجيبهاش من حد عامل حادثه والكلام ده. العربيات دي كلها بتنزل في مزادات شركات التامين، اللي بتنزل مزاد بشركات التامين بتنزل عربيات بال 30 40 عربيه حوادث، وبتنزل مزاد، وهم في تجار بقى حوادث بيروحوا رايحين واخدين العربيات دي. طب انا بقول لك على حاجه، انت لو عايز تجيب عربيه بربع الثمن فعلا، بدل ما يحط عليك اوفر 20,000 ولا 30,000 مجرد اللي هو اشتراها من مزاد، انت ممكن تدخل المزاد انت وتجيبها. اي مزاد، انا ما بعملش اعلان عن مزاد، انا بعرفك بس طبيعه شراء العربيات باقل من سعرها. واللي في ناس فعلا بتدخل المزادات تشتري بعربيات كويسه وتيجي تعمل اعاده بيع ليها وتكسب فيها. انت ممكن تشتري عربيه وتكسب فيها انت كمان، وتوفر ال 30 ولا ال 40 الف جنيه ولا ال 50 الف جنيه على حسب العربيه اللي هو حاططها اوفر برايس ليك. ولو انت اول مره تدخل في المزاد وما تعرفش تدخل المزاد خالص، انا عامل كورس تكلفته 350 جنيه، بيخليك تدخل المزاد خطوه بخطوه في كل التفاصيل، انواع المزادات، الحضانات، النيابات، الحوادث، كل حاجه. وساعات بديك المواعيد بتاعته. تابع على الواتساب ده لو انت محتاج كورس المزاد.